جبت لكم بقى السر من المطعم السوري نفسه. هنعمل مع بعض بقى احلى تومية ممكن تشوفيها وممكن تجربيها. معايا كوبايتين مية على النار، هحط فيهم كام فص توم كده، 4 أو 5 فصوص توم. ما تكتريش التوم قوي علشان التوم طبعا بيبقى ريحته وطعمه نفاذ قوي. كفاية 3 4 فصوص بس. وبعد كده هنزل بقى بكوباية نشا، وهقلبهم بقى، افضل ايدي فيها كده طول ما هي على النار. اقلب 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 في النشا لحد لما تتقل معايا زي ما هتشوفوا دلوقتي. هنا بدأت بقى تتكتل اهي، طبعا ايدك فيها على النار على طول علشان ما تتكتلش قوي منك، وكمان ما تتحرقش وتلزق معاكي في الحلة او في الطاسة. اهو زي ما انتوا شايفين. خلاص كده لازم نقلب فيها بقى لحد ما توصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. خلاص كده هسيبها تبرد بقى شوية، وفي شفشق الخلاط هننزل بقى بخلطة النشا اللي احنا عملناها دي، والثوم طبعا في قلبها، وربع كوباية ليمون، عصير ليمون. تمام. وذرة بقى ملح، وكمان علبة زبادي، ومعلقتين خل. وهضربهم بقى في الخلاط. هتفضلي تهزي كده في الخلاط شوية لان القوام طبعا تقيل، واحنا مش عايزين نزود له مية علشان ما يخفش معانا. شايفين بقى الجمال؟ شايفين القوام؟ احلى تومية ممكن تجربيها. شايفين القوام؟ لازم القوام معاكي يبقى كده، ولا هو تقيل قوي قوي ولا خفيف قوي، كمان لسه لما ندخلها التلاجة هتتقل كمان اكتر. شايفين بقى الجمال؟ احلى تومية ممكن تجربوها بجد، حلوة قوي قوي. هتعجبكم ان شاء الله، بس جربوها بالطريقة دي. لايك وشير للفيديو لو عجبكم، وما تنسوش متابعة للصفحة.